عمرك سولتي راسك علاش اغلب التصنيع والتصميم كميه الالوان فيهم ولات قليله على شحال هذه؟ ملاحظه، ما كنهضرش على هذا الشيء، كنهضر على هذا الشيء. الحقيقه هي اننا حنا اللي قررنا نتخلاو عليهم. الالوان ما طاروش في دقه واحده، ولكن تلاشاو شويه بشويه، بحال شي حاجه كتموت بريتم ثقيل. اغلبنا غيكون لاحظ شي دار عصريه ولا الطوموبيلات ولا حتى الاغراض اللي كنشريو غتلقى نفس النمط اللوني المحايد، رمادي كحل وبيض، وحتى التدرجات ديالهم. علاش؟ الجواب سهل: الفلوس. معظم الشركات لقاو بلي التصميم المحايد لا في الشكل او اللون مقبول عند اغلب الناس، وهو الخيار الامن، هو اللي سهل في التصنيع، سهل في البيع وحتى في اعاده البيع. باش يربحوا اكثر قرروا يقتلوا التنوع ويبنيو لنا عالم مسطح وممل باش حتى حد ما يعترض وحتى حد ما يخرج على الجماعه. التلفازه كانت بيض وكحل والعالم ملون، اما دابا التلفازه ملونه والعالم بيض وكحل. كل هذا نتاج التوجه الجمعي المينيماليست. بالنسبه لي انا كبرت في التسعينات، كان المحيط ديالنا اشبه بلوحه فنيه عامر بالتفاصيل والاشكال والالوان، لكن دابا التفاصيل والالوان ولات شبه منعدمه. ما ننكرش انه جميل ومريح، ولكن ما عندوش ديك البهجه ونقصها الروح. حنا دابا عايشين في واحد العالم اللي ضحى بالجمال والابداع باش يرضي الحسابات البنكيه، ولا غير ولينا كنشريو اللي كفرضوا علينا السوق.